شهدت القرية 65 شبيك بمحلية نهر عطبرة بولاية كتلة احتفالية تكريمية نظمتها قبيلة الخوالدة لتكريم عمودية عموم قبائل الخوالدة بشرق السودان، اللواء أمني أبو عبيدة مرقني فضل الله قائد المتحرك الغربي لمحلية المناجل، واللواء ركن الطريف الأمين رئيس كيان الخوالدة بالسودان، والأستاذ الطيب محمد الطيب الشيخ والي كتلة الأذبق، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم الوطني البارز. وشهدت الفعالية التي أقيمت بحضور نوعي وتجمع واسع ضم نسيج مجتمعي متنوع من أبناء وقيادات ولايتي كتلة والجزيرة، وفي تعبير جماعي عن قيم التكاتف والتقدير والاستقبال الكبير للضيوف. وحظي اللقاء بمشاركة عدد من المتحدثين مؤكدين الدور المحوري والحيوي للمكرمين في اللحظات الفاصلة التي يمر بها الوطن. أولا لابد لي أن أذكر أن الأخ اللواء عبيدة دخل الجزيرة غربة واقتدارا، عين تعاين شمس فوق. الله أكبر. هذه المنطقة وقد كان العدو يتربص بنا في شرق الجزيرة وتنبول، تحركت الغوافل وتحركت الرجال حتى دحر هذا العدو الغاشم الذي أهلك الزرع والضرع. ونرسل رسالتنا إلى دويلة الشرق إن هذا السودان وهذا الشعب شعب له تاريخ عريض وشعب له حضارة ضاربة في جذور التاريخ. لا أنت يا بن نياغس ولا غيرك يحرك شعر في هذا الوطن الحبيب، وإن تماما حقيقة يعني. ودونك معارك شرق الجزيرة وتنبول، والله الوقفات الوقفوها أهل حلفة وأهل البطانة والله مشرفة. نزل الله أمر يحفظكم ويعينكم وارموا قدام، ونحن وراكم باذن الله تعالى. جيش واحد شعب مشبوك وخيلهم مسرجات وسيوف ترى التاريخ بيسجل وبيسمع المبشوك. ابشر ابشر بالخير. نحيي ونهني هؤلاء المحتفين المكرمين، ونهني أهلنا الخوالدة بهذا التكريم الكبير الذي تحادب له كل الناس وكل القبائل ليحضروا هذا التكريم الكبير. حقيقة عمودية الخوالدة في هذه المنطقة هي صباغة لعمل الخير وعمل الصلح، وهي حقيقة على المبدأ وعلى العهد، وقدمت في معركة الكرامة. حقيقة نحن نقول جزاهم عند الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا يتقبل هذا العمل، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأعرب المكرمين عن اعتزازهم وسرورهم بهذا التكريم، مؤكدين الإسناد الكبير الذي تقدمه قبيلة الخوالدة للقوات المسلحة. وفي عبارة قوية عبروا فيها عن شكرهم للجهد المقدر الذي بذلته فدع الخوالدة، معتبرين هذا الدعم والتكريم عنوانا للوحدة الوطنية. باسمكم أيها الجمع الكريم اسمحوا لي أن أرسل من هذا الاحتفال ومن هذه المنصة تحية خاصة للسيد الرئيس رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان. تكبير. ونقول له إن أهلك في ولاية كسلة بكل قبائلهم بكل مكوناتهم وعلى رأسهم قبيلة الخوالدة سند ويد واحدة خلف القوات المسلحة. أيها الإخوة، هذا التكريم ليس تكريما لشخص أبو عبيدة كما قال المتقدمون إنما المتحدثون، إنما هو تكريم لولاية الجزيرة ولجنة أمنها وعلى رأسها السيد الوالي الطاهر القير، فله منا هنا كل التحية. بإذن الله سبحانه وتعالى سيعود يعني سوداننا أقوى. أقول في آخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع شمس النهيم من فرد السهام. هذه التحية، وبلادنا تمر بفترة صعبة جدا يتطلب مننا الأمر أن نتكاتف وأن نتوحد وأن ننبذ كل أسباب الخلافات من أجل أن تبقى هذه الأرض ويبقى هذا السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكد عدد من المتحدثين في كلماتهم أن هذا الحضور الدائم يجسد نموذجا رفيعا للروح الوطنية والمسؤولية المجتمعية، معددين مواقف القبيلة انعكاسا لمواقف المجتمع السوداني. نحن حقيقة اليوم سعدنا غاية السعادة أن نكون حضور في هذا الحفل مع أهلنا الخوالدة في منطقة البطانة عموم، ونقول لكل دول البقي والعدوان الذين يتربصون بهذا البلد إن هذا البلد برجاله بإذن الله سبحانه وتعالى قادرون على تجاوز هذه المحنة التي ألمت به، لأنه شعب مؤمن بقضيته، شعب يدافع عن أرضه وعرضه بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي كل الأمد والمشايخ والنظار، كل الذين حضروا لهنا الخوالدة، كل الذين استقبلوا الأخ أبو عبيدة ورفاقه، كلهم أنا بصراحة أقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونحن يدنا واحدة في السودان، ونحن الآن هدفنا الوحيد بأن السودان ينتظر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل عليكم. تعتبر قبيلة الخوالدة من قبائل شبه الجزيرة العربية، والتي تنسب إلى خالد بن الوليد، وساهمت بصورة فعالة في حرب الكرامة دعما وسندا للقوات المسلحة، وتعتبر من أوائل القبائل التي كونت ما يسمى بفزع الخوالدة بولاية الجزيرة، ومشاركتهم الفاعلة في مناطق كردفان وبنطقة البطانة مع قوات درع السودان. شكرا للمتابعة. قناة آفاق السودان، فيروز يعقوب، وفي أمان الله.